السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد مع برنامج المحايد. النهاردة الزمالك لعب والأهلي لعب والاتنين أبطال أفريقيا. أبطال أفريقيا ركبوا القطر وهيشرخوا ولا حد هيقف ولا حد يعطلهم. يا ترى هنشوف الأيام جاية وهنشوف. النهاردة الزمالك لعب والحمد لله بحمد ربنا إن الزمالك ما نكدش علينا زي ما بينكد علينا كل مرة. الزمالك كان مغلوب 1-0. انا قاعد لغايه الدقيقه 75، انا خلاص فقدت الامل الزمالك هيجيب جون اصلا. يرجع مين بقى من بعيد؟ عبد الله السعيد اللي هو ما بيجيبش جوان اصلا، واللي هو مستواه مش زي اللي كان بيلعب في الاسماعيلي ولا في الاهلي ولا بيراميدز. يرجع بتصويبه ولا احسن ولا اروع من كده. شويه ابص الاقي ابراهيم نضاي اللي هو ماشي، اللي هو خلاص قالوا له انت عقدك مش هتكمل معانا في النادي وخلاص. الاقيه بيتألق ويجيب الهدف ما صدقتش نفسي، والله ما صدقت نفسي. الحمد لله فوز مهم جدا. ان شاء الله ان شاء الله نمشي بقى على خطى ثابته على المكسب دوت. النهارده يعتبر احنا كده ركبنا القطر مع مين بقى؟ مع المارد الاحمر الاهلي. الاهلي النهارده كسب فاركو 2-1 زينا، تمام كده. الاثنين ابطال افريقيا يعتبر كده ركبوا القطر مع بعض. هنشوف بقى مين بقى النفس الاعلى، ومعروف طبعا النفس الاعلى مين ومش هقول ماشي، بس يعني لغايه السوبر ان شاء الله هو بقى اللي هيحدد مين بجد يعني نفسه اطول والبدني بتاعه اعلى والفني وكل حاجه كل حاجه هتبان النهارده ان شاء الله. يعني عايز اقول لكم انا مبسوط اللي احنا كسبنا علشان خاطر، مش عشان خاطر الزمالك كسب ب3 نقط، لا عشان خاطر ان احنا كان كل عيد لازم الزمالك يتغلب، لازم كل عيد لازم الزمالك يتغلب ماشي. فانا النهارده مبسوط عشان خلاص يعني الزمالك النهارده الحمد لله كسب. انا فرحت عشان خاطر في مناسبه جايه عيد ما كده خلاص عيدنا على بعض. لكن الزمالك كل مره بيتغلب والله. انا قلت قبل كده في فيديو قبل كده كان ليا، قلت الزمالك على طول بيتغلب. النهارده بقى من نجوم المباراه مين؟ كابتن محمد صبحي. يا سلام، الحمد لله على السلامه محمد صبحي. محمد صبحي النهارده يعني بامانه لو يثبت على مستواه كده هيبقى جون 10/10، تمام. بالنسبه لمين بقى تاني؟ حمدي المسلوسي ده ولا كلمه. حمدي المسلوسي دلوقتي بقى تحس اللي هو زملكاوي اتربى في الزمالك، تحس اللي هو كده من زمان. زي علي معلول كده، بس طبعا علي معلول برضو بقاله فتره كتير جامده مع الاهلي، فهتلاقي المطوشه اكتر وهتلاقي كل حاجه اكتر مع علي معلول. بالنسبه بقى مين؟ محمد شحاته وعمر جابر، الاثنين بيلعبوا قلب الزمالك، الاثنين بيلعبوا بقلب الزمالك. والنهارده برضو عبد الله السعيد رغم اللي هو عمل الاسيست واحرز الهدف الاولاني من نجوم اللقاء، عكس الموتوشه اللي فاتت. ما كناش بنحس بيه. كان عبد الله السعيد ما بيجيبش جوان، كان عبد الله السعيد ما بيعملش اسيستات. بس النهارده الحمد لله فوز مهم جدا، ان شاء الله يطلعنا درجه ونمشي على الخطه السليمه باذن الله لغايه مباراه السوبر الافريقي مع النادي الاهلي. بالنسبه للتحكيم انا وجهه نظري طرد حسام عبد المجيد، وجهه نظري التي لا قيمه لها، طرد حسام عبد المجيد مستحق. بس في حاجه تانية، الزمالك ليه ضربه جزاء، وضربه جزاء يعني واضحه جدا جدا جدا. يعني انا عايز اقول لك زي ما بقول طرد على الزمالك، لا الزمالك ليه ضربه جزاء مهمه جدا، والحمد لله النتيجه طلعت على كده. تعال بقى نروح للاهلي شويه. تألق امام عاشور النهارده بصراحه، رغم ان انا ما اتفرجتش على الماتش كتير قوي، لقطات منه كده عشان برضك ما يعني اقدر اتكلم على الماتش. النهارده امام عاشور بيظهر فعلا وبيقول لنا اللي هو لعيب من احسن خط نص في مصر، سواء بقى هو كان زملكاوي وراح الاهلي او سواء كان بيلعب في اي حته. هو لا، راجل لعيب وراجل زي الفل وشويت وسريع وكل حاجه. بالنسبه لضربه الجزاء للاهلي، ضربه جزاء صحيحه 100%. هتقولي لا الزقه مش، لا هي زقه بس خفيفه. هتقولي خفيفه وتقيله، لا هي بتتحسب في القانون بيتحسب، تمام. فنقول مبروك للاهلي النهارده، ونقول مبروك للزمالك والقطار بتاع الافارقه بقى،
قطار الافارقه اللي هو بطل الكونفدراليه وبطل افريقيا، ابطال افريقيا. النهارده مكسب مهم للاثنين. ومش هنسى برضو سيراميكا لعب ماتش كويس جدا جدا، وفاركو لعب ماتش كويس، وكان ند للاهلي برضو. وسيراميكا نفس الحكايه، فريق مش يعني عايز اقول لك سيراميكا فريق جامد جدا جدا جدا، وفيه لعيبه حلوه قوي قوي. فانا الحمد لله النهارده يعني بحمد ربنا اللي احنا كسبنا، وان شاء الله ان شاء الله نستمر بقى في المكسب، والزمالك بيدينا بقى المكسب دوت للعيد يعني الحمد لله. ومش هطول عليكم كتير، وان شاء الله باذن الله الماتشات الجايه هيبقى فيه احلى واحلى ان شاء الله. معاكم محمد سالم من برنامج المحايد، تابعوني واعملوا اشتراك ما تنسوش عشان يجيلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي.